الحلقة 7 من بسمة عمل. الغلط اللي بيأخر ترقية كتير جدا. في ناس بتشتغل بكل ضمير، تدخل بدري تخرج متأخر وتعمل المطلوب منها بالحرف، بس تفضل مكانها وتشوف غيرها حواليها بيترقى، تقعد تسأل نفسها هو أنا ناقصني إيه؟ الحقيقة الشطارة مش دايما كفاية. في غلطة واحدة بسيطة جدا بتوقف الترقية قبل ما توصل حتى لمكتب المدير، وهي إنك تشتغل كويس وتسكت. أنا شفت موظفين ممتازين كانوا دايما في الخلفية، ما بيتكلموش، ما بيطلبوش، ما بيظهرش شغلهم، وكل ما تيجي لحظة التقييم يتقال عنهم فلان بيشتغل كويس بس مش باين كده، مش باين قوي. عارف ايه الفرق؟ في ناس بتشتغل وفي ناس بتظهر شغلها. انا مش بقولك تبقى under qualified وتتكلم كتير، بس على الاقل لما تخلص شغل مميز شاركه. لو عملت حاجة مختلفة احكي عنها. لو عندك فكرة اقترحها وقولها. اللي ساكت دايما الناس بتنساه، والمشكلة انك لما بتختفي من الفرص برضو. الرسالة بقى اللي عايزين نقولها النهاردة: اللي بيترقى مش دايما احسن واحد، صدقني، بس دايما هو اوضح واحد، اللي بيعرف يعبر عن نفسه ويخلي الناس تشوف قيمته حتى لو كانت صغيرة. نصيحة مني ليك النهاردة: كل اسبوع ابعت تقرير بسيط او ملخص لحاجتك، اشتغلت على ايه اللي تحسن، ايه اللي ناوي تطوره. مش استعراض لشغلك ولا عضلاتك، بس صدقني دي شفافية تخلي الناس تشوفك. سؤالي ليك النهاردة: لو مديرك مشي، هل هو سايب عنك انطباع قوي، ولا انت كنت من الناس اللي شغالة وساكتة؟ اشوفكم على خير ان شاء الله في بسمة عمل جديدة.